اول حاجه نحب نتعرف بحضرتك. اهلا وسهلا ببرنامج سلطان التاريخ. اهلا بيك. واذا كان سلطان التاريخ جالي في بيتي عشان اتحدث عن التاريخ وعمليه التاريخ والتاريخ، فهو وقع في وسط امبراطور التاريخ. اهلا بيك. اهلا وسهلا. واهلا وسهلا بالساده المشاهدين، وان شاء الله هتستمتعوا بمجموعه من الحلقات من ضياء الدين حسن القاضي، مؤرخ وعضو اتحاد المؤرخين العرب وعضو الجمعيه المصريه للدراسات التاريخيه بالقاهره ورئيس لجنه التاريخ والتراث وتسميات الشوارع بالمجلس الاعلى للثقافه، وعضو فخري مدى الحياه في مكتبة الإسكندرية، عضو المجلس التنفيذي، رغم أننا مواليد بورسعيد 9/9/44. زي ما بقول في 9 سبتمبر القادم هيبقى عندي 74 سنة، وأنا ولدت في يوم السبت 21 رمضان 1363 هجرية، بالمنزل رقم 16 شارع عباس سابقا محفوظ العجودي حاليا وعرفات، ملك الخواجة نيكولا سيتيناس. المشاهد الذكي لما يعلم تاريخ ميلادي، ولما يعلم ان انا ولدت في المكان ده بحي الافرنج سابقا حي الشرق، يعلم انني قد عايشت الاجانب عن قرب، مما جعلني اؤرخ عنهم، عاداتهم، تقاليدهم، لهجتهم. اكتساب المصريين من اللهجة كان كتير في أحاديثنا نحن البورسعيدية، عكس مدن مصر كلها اللي كان فيها، بقول اللي كان لأن ابتدى مع الحداثة ومرور الزمن تتنسى بعض الكلمات الأجنبية، منها الطلياني ومنها الجريجي ومنها الفرنساوي ومنها الإنجليزي. وعلى زي ما كان بيقولوا إن البنبوطي وهو رجل البحر كان كثير الحديث بكثير من الألسن. فأعود لنفسي، ولدت ورعى الحرب العالمية الثانية كانت قائمة. لما ابتديت أشب 8 سنين عايشت بعيني وبأذني، ورأيت سنة 51 معارك لم تؤرخ إلى الآن، وأنا عندي هنا في مكتبتي ماكيت أو مادة خام لمعارك القناة 51 محدش كتب عنها. وكثيرا من الناس ما يخطئ أن أحد شهدائها وهو شهير وله شارع مسمى في حي العرب باسم نبيل منصور، كان أول شهداء معارك القنال، وسقط في 6 أكتوبر 51. أما إنسان يعيش وسط أجانب ومن عائلة مثقفة، ووالدي هو اللي أهلني لأكون مؤرخ من المراجع ومن الحكاوي ومن الأحداث الصادقة، شفت بأم عيني وسمعت بأم عيني وأنا كان عندي تقريبا 8 سنين ملحمة البطل نبيل منصور. الإنجليز كانوا جاسمين على أرض بورسعيد وعلى أرض مدن القناة الثلاث، بورسعيد والإسماعيلية والسويس، بعد أن تم جلائهم عن القاهرة سنة 48. وكان الملك فاروق رفع العلم المصري على سكنات بتاعة الإنجليز سنة 48، وإيزانا بجلائهم التام عن جميع أراضي مصر وانحصارهم في خط القناة. احنا بنعرف ان من ايام وزارة سعد زغلول وما تلاها من العديد من الوزارات حاولت على المستوى الرسمي ان تتفاوض
مع الحكومات المتتالية من العمال أو المحافظين البريطانيين على مطلب الجلاء، لكن المحتل البريطاني كان دائما طرفا مراوغا، ما يتمسكش، يقولوا اي حاجة عشان ايه يفضوا من البتاع. حتى لما الانجليز احسوا بحس الاستعمار ان هناك قرب للحرب العالمية الثانية، احيكت معاهدة 36 ووقتها وقعها النحاس باشا واطلق عليها معاهدة الصداقة والشرف. سنة 51 ابتدى مصطفى النحاس اللي وقع اتفاقية 36 مع الإنجليز إنه يحاول إنه يصل إلى موافقة بجلاء القوات البريطانية التابعة عن تراب مصر. هم انحصروا في خط القناة على ضفة القناة في المحافظات الثلاث، إلا أن الإنجليز رفضوا. ماذا فعل النحاس باشا؟ النحاس باشا الذي قام بالتوقيع على معاهدة 36 قام بإلغائها. الشعب لمدن خط القناة الثلاث شعوره بقى في غاية من الشطط ضد القوات البريطانية. احنا كنا نعلم ان القوات البريطانية المتمركزة على خط القناة كانت بتستخدم كثيرا من عمال الجيش، يقولوا عمال الجيش البريطاني وهم من المصريين، انسحبوا. ده سنة 51 أضربهم من الإضراب السلمي لحمل السلاح، للمطالبة بتوزيع الأسلحة، للتدريب على حمل السلاح، وتصدم للقوات البريطانية، لدرجة أن القوات البريطانية 51 أرسلت عدة بوارج حربية ووجهت فوهات مدافعها لمدينة بورسعيد لتهديد المضربين عن العمل والمطالبين بحمل السلاح. ما في ذلك الوقت في ريعان شبابه بين الطفولة والشباب يدعى نبيل منصور، سمع لأنه كان يقطن بالقرب من شارع محمد علي وبالقرب من المعسكرات الإنجليزية. كان كل يوم يرى الإنجليز ببرهاتهم الحمراء يجوبون شارع محمد علي ويتفرعون داخل الشوارع مدينة بورسعيد بزمجرة بعنف. وسمع عن الإضراب الشامل للعمال المصريين داخل المعسكرات. ماذا يفعل طفل تكاد تكون مداركه ما زالت بسيطة؟ أراد أن يثبت أن الوطنية ليست قصرا على ذو مفتول العضلات، ذو صائب الفكر، اكتمل النضوج عقلا وجسدا. من وراء أبيه قام بتجميع قماش بالي نقول عليها خرق بلغة بورسعيد، وأخذ يقطعها قطعا صغيرة ويكورها، وجاء بعلبة فارغة من الصفيح. احنا كنا أهل بورسعيد نطلق عليها بالتعبيرات الدارجة كوز فارغ، معناها الكوز علبة صفيح فاضية. عمل لها إيد من السلك، ملاها كيروسين، أخذ يكور القطع استعدادا لفعلته النادرة، لتضحيته بروحه فداء للوطن. تقدم نحو معسكرات الإنجليز، وكان يطلق عليها معسكرات الجولف كامب. لذلك في منطقة سكنية اسمها منطقة الجولف، نسبة لمساكن الجولف التي كانت معسكرا هاما ورئيسيا للقوات البريطانية الجاسمة على صدر بورسعيد وعلى صدر مصر. كان الاقتراب من تلك المعسكرات، ما أنا من شوية بقول كان فيهم عمال مصريين بيروحوا يشتغلوا مكوجية، بطباخين، ده بيساعدوا، ما كانش أخدين خوانة قوي من المصريين. وكان ذلك المعسكر السور بتاعه من الأسلاك الشائكة، وكان واقف على بوابة المعسكر حارس كنا نطلق عليه الديدبان، واقف فتخطاه ومسك علبة صفيح ومخبي ولابس بيجامة. كان زمان أهل بورسعيد البسطاء يتجولوا ببيجامة. الديدبان ما أخدش خوانة من طفل عنده 13 سنة أو 14 سنة إن هيعمل عملية فدائية جريئة وسط قوات هائلة
تسلل خرسة من سور المعسكر، واحتمى بجانبا في الخيام الإنجليزية، كان مثلا العساكر بتوعها في خدمة، وابتدى يغمس الكرات من القماش في العلبة الصفيح المليئة بالكيروسين ويشعل النار فيها ويلقيها على الخيام. اشتعلت الخيام وابتدى الضجيج، والديدبان اللي هو الحارس ابتدى يعمل نوبة صحيان، كان قام في الفجر عشان يفتشوا على ايه المجموعات اللي هجمت عليهم. من حلاوة النصر وطفل بريء شو ماذا يفكر، انتهت وخلصت الكرات التي كان أعدها. أخذ يفكر، خلع جاكيت البيجامة وأخذ يقطعها، خلصت وفي شوية كيروسين، ويعني لسه 2 3 ما تحرقوش، يغمس وبتاع. المهم نفذ ما أراد، ولذة ما بعدها لذة هي الجهاد عن الوطن. أثناء انسحابه نحن نرتدي البيجامة، ماذا تحت البيجامة؟ الفانيلا. فأثناء خروجه مهما كانت أعصابه فلا شك أصابه التوتر، سمع نوبة صحيان، ابتدى تك 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 يفتشهم، وهيجان ومرج وهرج أثناء انسحابه شبكت الأسلاك الشائكة في الفانيلا التي يلبسها، فرآه الديدبان فأطلق عليه النار فسقط شهيدا، وأصبح أول شهيد في معارك القنال على امتداد المدن الثلاثة اللي انتهت بمعارك الشرطة ب 25 يناير 52 اللي وزارة الداخلية والشرطة بتحتفل بها كل سنة.